السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخوكم مصطفى جديد إن شاء الله، حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي بدر. النهاردة لا قوة إلا بالله بنتابع التطورات بفضل الله بتاعة القمر بتاعنا دوت. ولا قوة إلا بالله قد إيه إحنا بفضل الله بصوا بنوصل لنتائج، وبنوريكم بفضل الله نتائج بتوفيق ربنا طبعا. وبنحاول نقول لكم على كل التريكات، وبنحاول نقول لكم على كل الملاحظات اللي بنلاحظها اثناء التجربه. طبعا بفضل الله تجربتنا احنا بنكملها اهو مع الفرخ القمر ده ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي احنا قلنا ازاي ندرب الفرخ ان هو يبقى هادي ومرن كده في التعامل مع البشر، ويبقى بيشوف الاطفال. بص لا قوه الا بالله. انا هسكت شويه بقى لغايه ما يستمتع. بص لا قوه الا بالله. الفرخ واقف على ايدي وعمال يلعب وفرحان ومستمتع ازاي يا جماعه. بصوا الفرخ يعني ما شاء الله شقاوه وجمال، وفي نفس الوقت خلاص ابتدى يتعود على البشر، وبنشوف ان البشر مش بالنسبه له مصدر خطر ولا ازعاج. قلنا هي خطوات ومراحل وازاي ان انا ادرب الفرخ، واتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا ان احنا بناخد الفرخ عمره قد ايه وبنتعامل معاه ازاي. وبرضك عشان الناس ما تنساش اللي الناس مش متابعه الفيديوهين اللي فاتوا، قلنا تحط مثلا في درج عش زي ده، وعش يكون مقفول عليه، يكون العش فاضي ما فيهوش انتاج او فيه عصافير، وتحط له النشاره بتاعته. واهم ما في الموضوع عود الدخن. بصوا العود بفضل الله ابتدى يفضل ازاي. بصوا العود ابتدى يفضل ازاي. بصوا هو ابتدى ياكل اللي باقي. بصوا بياكلوا على ايديه ازاي. فالعود الدخن ده مهم جدا. بصوا بياكل الحبوب الحمراء، حبوب الدخن الحمراء طبقية. فقلنا عود الدخن مهم عشان يتفطم بسرعة، لأن عود الدخن بيساعد على فطام الفروخ، زائد إن النشارة تتغير باستمرار زي ما احنا شايفين بفضل الله. النشارة نضيفة اهي. لازم الأرضية تبقى نضيفة دايما نضيفة بشكل مستمر ومفيهوش هزار. قلنا التأكيل بتاعنا اهو، خلطة طبعا كلكم عارفينها. بصوا النهارده بقى عايزين نتكلم في ايه. النهارده لا قوه الا بالله الفرخ ده اكل، يعني انا طول النهار ما جيتش جنبه ولا اكلته. انتوا متخيلين يا جماعه بفضل الله الفرخ ده طول النهار ما جيتش جنبه ولا اكلته. يا دوب سايب له عود الدخن وهو خلص عليه بفضل الله اهو زي ما انتم شايفين. عود الدخن ده هو خلصه بفضل الله. تمام. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الفرحه اللي هو فيها والاستمتاع. طبعا ده دليل على الصحه والسعاده، وان هو بفضل الله ماشي بشكل مستمر وماشي بشكل جميل. وموضوع التدريب، مش هقول التدريب، موضوع ان هو ياخد على البني ادم بشكل ما شاء الله قوي زي كده، ويقف على ايد اطفال ويبقى مصدر سعاده للاطفال اللي في البيت. ماشي بشكل صحيح بفضل الله. مراحل قلنا عليها: العيش يبقى نظيف متدفى عشان خصوصا احنا في الشتاء، عضو داخل محطوط باستمرار، تتابع العصفور، التأكيد بتاعك يكون متواجد اهو، وهتلاقي الدنيا جميله. طيب بصوا بقى النهارده عايز اتكلم في ايه، تركايه جميله برضك عشان يبقى انتوا ايه عارفين. بصوا عصفور نضيف وجميل وصحته ما شاء الله جميله ازاي لا قوه الا بالله. النهارده بقى بصوا عايزين نتكلم فيه. هو واكل. بصوا بفضل الله هو واكل كل اللي جوه معدته هنا والحوصله دخن ماشي. انا سايبه خالص النهارده طول اليوم يتعود على الاكل، لما يجوع ياكل. وبالفعل بفضل الله هو النهارده انا ما قربتش منه. يعني النهارده انا التاكيد اللي انتوا شايفينه دوت بالليل. احنا بالليل دلوقتي الساعه دلوقتي معديه ل 12. فالتاكيد ده يمكن اول حاجه هنبتدي نديها له. طب يا مصطفى انت ليه بتساعده؟ ما ابتدى يتعود على الاكل وابتدى ياخد ان هو ياكل لوحده. بصوا يا جماعه، صحيح العصفور اللي هناك ده اللي بيتشعبط اللي بيلعب ده، اللي بيتشاور عليه بالسرنجه اللي فوق ده، الاحمر اللي في بطنه ده بنجر. عشان النهارده كنا حاطين وجبه بنجر بس عشان الناس ايه ما يختلطش الامر عليها. تمام. هتقول لي يا مصطفى انت هتاكل ليه؟ ما العصفور بفضل الله ابتدى ياكل لوحده، والمعده ما شاء الله زي ما احنا شايفين مليانه والدنيا حلوه وسعيد. لا، ما انا هقول لك ليه. ده لسه في مرحله النمو. يعني عصفور زي ده هو ما شاء الله من يوم للتاني الحجم يبتدي ما شاء الله يكبر، بس هو خلاص في مرحله النمو، فهو اصلا محتاج الزقه بتاعتك. انا خلاص وصلت اللي هو بفضل لما بيجوع بياكل. فالنهارده انا بس بساعده اللي هي بالليل العشوه، اللي انا مش هامله له معدته قوي، بس في نفس الوقت عشان فكره ان الدخن بردك هو عمال ياكل حبوب، فمحتاج اي حاجه يكون فيها حاجه سايله. يعني ايه حاجه سايله؟ يعني زي بالظبط الميه. يعني حتى انا المعيار بتاع الاكل النهارده مش متقل العرق بتاعه. يعني ايه؟ يعني مش كثيف الاكل، يعني خفيف سنه، لان بعتبر ان بردك اكنه هو كده انا بسقيه ميه، لان هو عمال ياكل في حبوب. فطبعا غير العصفور الكبير مش عارف يشرب من مسقه ولا جنبه مسقه، فبياكل حبوب بس. فانا بضطر بس ايه اساعد بديت
الزقه بتاعت بالليل دي العشوه، في نفس الوقت اكنه بالظبط شرب. وفي نفس الوقت برضك في مسقه صغيره كده، انا عندي واحده بس مش فاكر مكانها فين، هبقى احاول اجيبها لكم اوريها لكم. مسقه صغيره ممكن تتحط جوه العيش ده، مسقه فخار صغيره ممكن تتحط جوه الدرج بتاع العيش، والعصفور لما يعطش يشرب. فبصوا احنا النهارده بناكله عشان بفضل الله نحافظ على صحه العصفور ونشاط العصفور وجمال العصفور. بصوا يا جماعه على قوه الا بالله، تجربه ماشيه بشكل سليم ازاي. العصفور هادي جدا، بصوا 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 اللعب هادي جدا ومرن جدا في التعامل. وبرضك بنوريكم ايه بفضل الله واحنا بنديله الزقه بتاعت العشوه عشان نساعده في الفطام بفضل الله. هو خلاص بقى ياكل على فكره، بصوا معدته اصلا مليانه، بصوا بصوا معدته مليانه بفضل الله، بس احنا بنديله حته كده جرعانه عشان خاطر ايه يبقى العصفور اكنه شرب يعني. تمام بفضل الله اتملت اهي. بصوا بقى كده انا مطمن عليه، بصوا بصوا ما شاء الله المعده اتملت كمان قوي ازاي. خلاص كده عود الدخن قلنا اول ما العود بفضل الله يخلص عليه كده. بصوا خلص عليه ازاي، حبوب خفيفه قوي ما تشيلوش الا لما يخلص عليه خالص. بصوا بفضل الله لسه فيه حبوب حمراء اهي، فانت النهارده ما تشيلش العود الا لما يخلص عليه. اول ما العود ده بيخلص اهو تروح نازل بالعود الجديد على طول بفضل الله. بصوا اول ما العود يخلص تروح نازل بالعود الجديد اهو. تمام ده بصوا عود مليان ازاي يا جماعه على قوه الا بالله. بص السنابل بتاعته الحبوب ما شاء الله. بص هنا عشان بفضل الله هو ابتدى ياكل فمخلص ازاي. بص الفرق، بص الفرق بفضل الله. العصفور ابتدى يتفتن ازاي وبياكل لوحده. فبرضك يعني براجع واكد معاكم معلومه، اهميه الدخن لفطام الفروخ حاجه مهمه جدا جدا انت مش مستوعبها. بيخلي الفرخ يتفطم بشكل سريع جدا وبتعود على الاكل بشكل سريع جدا وهو مع الاهالي في العش. الدخن بصوا يا جماعه، بصوا العصفور يعني اعتقد بقى كده ايه الفيديو خير دليل. بصوا العصفور ولازم كل يوم زي ما قلنا تنظف العش. يعني ايه انظف العش؟ اي فضلات تبقى موجوده عند الفرخ لازم العش يبقى ناشف ونضيف زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. بصوا العش ناشف ازاي ونضيف. وبصوا الحبوب الدخن اللي بيفصصها بعد اللي بياكل منه بياكل، واللي بيقع على الارض افضل سايبه له كده ومنظف العش. بصوا 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 هو بيعمل ايه. بصوا برغم ان انا لسه ماكله بس بصوا بياكل لسه بنتكلم. بصوا بيحاول يلعب ونقي الحبوب اللي على الارض بتاعه الدخن. فاتمنى كده ان شاء الله باذن الله يكون الفيديو ده يعني مفيد لاخواتي واصحابي وحبايبي، وان شاء الله هنتابع وهنشوف هيوصل معانا لغايه فين. والحمد لله هي التجربه يعني بنسبه كبيره بفضل الله نجحت. بصوا العصفور واقف اهو، واقف اهو وبيتدلع اهو ما شاء الله. بصوا وبلعب معاه اهو، بصوا 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 يلعب معايا والدنيا جميله اهو. احنا حبينا بس نوريكم بفضل الله نجاح التجربه واليوم قد ايه بيفرق معاه في صحته والدنيا جميله. طبعا بصوا هو برضك نقطه مهمه عشان كنت هنسى، الحمد لله افتكرت قبل ما اقفل الفيديو، وهي يمكن كنت فاكر ان انا اقولها بس نسيت الحمد لله. عشان تخلي العصفور يتعود برضك ان هو يبقى مع الاطفال او معاك بشكل حلو وان هو يقف على ايدك كده ويبقى جميل من صغره متعود على كده. دايما كل يوم بعد ما تاكله او قبل ما تاكله تقعد تخلي العصفور على صباعك شويه كده او على صباع الطفل عشان يتعود عليك. بصوا عشان يتعود على البشر وما يبقاش عنده اي رهبه من البشر. بصوا دايما تخليه كده على صباعك كده. حد هيقول له مصطفى طب ما نحطه على مكسم وامسك المكسم او على عصايه او رقافه، لا لازم يحس بلمستك ليه، لازم العصفور يحس بلمستك ليه، لازم يفضل واقف على صباعك كده، لازم يقف على صباعك كده. وقفته على صباعك دي هتخليه يبقى في لينك قوي قوي ما بينك وما بينه ويحس بلمستك ليه كبني ادم. ده اللي مش هيخليه يخاف منك ولا هيخليه يهابك ولا اي حاجه، بالعكس هيبقى حبك جدا. بصوا ينظف نفسه مبسوط كل ده على ايدك. هتلاقي العصفور يبقى في لينك ما بينك وما بينه، وهتلاقي العصفور بشكل قوي بفضل الله بيكبر ومتعود على البني ادمين وما شاء الله جميل وعصفور هادي، ويبقى معاك في محيط المنزل انت والاطفال، ويبقى عصفور مستأنس واليف. وبرضك نقطه مهمه، مش معنى ان العصفور هيبقى مستأنس واليف ما ينفعش يشتغل، لا، لان دي برضك كنت معلومه ساعات بسمعها وانا كنت مجربها وانتم بتشوفوا فرج. لا العصفور اللي هو بيبقى مستأنس ده بيشتغل عادي. يعني الناس كانت بتقول العصفور المستأنس او البغبغاوات ما بتشتغلش، لا بيشتغل عادي ويبقى عصفور مطيع وجميل جدا. تمام يا جماعه؟ اتمنى النهارده كده بفضل الله الفيديو ده يكون فيه افاده ان شاء الله للجميع، واحنا مستمرين يعني هنتابع مراحل العصفور دوت بفضل الله لغايه ما يكبر خالص
وياكل والدنيا جميله، هو خلاص بفضل الله بقى ياكل. تمام يا جماعه؟ ما تنساش الهوايه نوايا، ولو الفتح احسن بامر الله. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل اشتراك ليك اصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، نتمنى الخير والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.